المتأهلين إلى نهائي كأس العرش لهذه النسخة بعد فوزه على الوداد بهدف لصفر. الهدف الذي جاء عند حدود الدقيقة 18 بنيران صديقة أرسن زولا سجل ضد مرماه، أو كما تابعنا اصطدمت به الكرة لتستقر في شباك يوسف المطيع، وبالتالي يمنح الفوز لفريق الرجاء في هذه القمة البيضاوية ديربي الغريمين، الرجاء والوداد. الرجاء إذن معك منعم أول طرف في نهائي كأس العرش. أولا نهنئ فريق الرجاء البيضاوي، يعني محمد السادس تساهم التقدم. ردة فعل الوداد بعد ذلك كيف شفتي المعطيات؟ بقي تفاصيل يعني الشوط الاول قبل ما نمشي الشوط الثاني. نعم، اولا هنيئا الفريق الرجاء وحد اوفر الفريق الوداد. كيف كنا دوينا على الشوط الاول، يمكن فريق الوداد ما دخلش مزيان في المقابله، سجل عليه اصابه في الدقيقه 18 من بعد خطا في وسط الميدان وهجمه مرتده اللي غادي تضرب الكره في الزوله وغادي تدخل، ولكن من بعد بدا شيئا شويه بشويه فريق الوداد كيدخل في المقابله. جوه فرص، جوه جوج ثلاثه الفرص في الشوط الاول، ولكن ما تستغلوش مع الاسف بالنسبه للوداديين، وما استطاعش يعدل الكفه، بقات هذه المسائل هذه حتى في الشوط الثاني، لان داروا تغييرات. كنظن ان الخطاب برايك ديال ما بين الشوطين، شفنا تفاصيل الشوط الثاني، الوداد القى بثقلهم ونقولوا على نصف ملعب فريق الرجاء مع استماته للرجاء. لا استماته الخطاب للمدربين. نعم، لان علاش بالنسبه لفريق الرجاء رجع طيح البلوك ديالو شيئا، طيحوا شويه اللور، لان عرف ان فريق الوداد غادي يهجم، وصغر من المساحات ما بين الخطوط، وبالتالي باش يصعب المأموريه لفريق الوداد. فريق الوداد اللي جاو فرص، انا تنظن يمكن في الشوط الثاني فريق الوداد سيطر، نعم، ولكن السيطره ما كتعنيش انك فزتي في المقابله، فبالتالي بقى محافظ هذاك الهدف ديال السبق ديال الشوط الاول، بقى فريق الرجاء محافظ عليه. نعم، لماذا التراجع اللي تابعناه على مستوى فريق الرجاء منعم مع اندفاع كما قلنا كبير؟ فريق الوداد اكيد كان مطالب بالبحث عن التعادل، ولكن التراجع الكبير ديال فريق الرجاء خلال الشوط الثاني. قراءتك يعني لتفاصيل الشوط الثاني، تدبير المدربين خصوصا يمكن كان اكثر تكتيكي الشوط الثاني. الشوط الثاني يعني تغير شيء ما التكتيك ديال المباراه، خاصه ان فريق الرجاء البيضاوي يعني ولا كيدافع في وسط الميدان بجوج ديال اللاعبين اللي كانوا في اول مباراه كان وسط ميدان ارتكاز واحد، ولكن كانوا كيشكلوا معاه الثنائي زريده واولو، كانوا كيشكلوا مع كعاصي، يعني واحد لو تريونغل اللي كل مره لو سومي ديالو كيتقلب، يعني كيتقلب، كيعود لو سومي ديما كيدخل فيه واحد وكيحافظوا على يعني كنقولوا الكرات اللي غتضرب في الظهر ديالهم، وقربوا شيء ما لا لين دو ديفونس، يعني اخر لين دو ديفونس، الشيء اللي خلى اللاعبين ديال الوداد انهم يبداو يهاجموا على الاطراف، يعني يحاولوا يقلبوا على الكرات الاطراف. نعم. لان الرفعات ويعطي فرصه للمهاجمين اثنين، لان بدا كنشوفوا ثلاثه لاعبين اربعه اللي كيمشيو للكرات الرفعات الجانبيه. وهذه مشاهد طبعا الاحتفاليه والفرحه كبيره لفريق الرجاء البيضاوي بعد هذا التاهل امام فريق الوداد البيضاوي في نصف نهائي كاس العرش. طبعا التاهل الى المباراه النهائيه مع خيبه وحسره طبعا لفريق الوداد البيضاوي الذي يغادر المسابقه من هذه محطه نصف النهائي. النسخه الماضيه خسر المباراه النهائيه، اليوم يخرج من دور النصف. خاصه خيبه امل من بعد ضياع تشامبيونز ليغ، ضياع البطوله.
اليوم الكاس كيضيع فخرج خاوي الوفاض، فبالتالي كاينه حسره كبيره بالنسبه للفريق. يعني هل الوداد عاش ضغط؟ تشرف في البدايه تحدثنا على فتره الاعداد من بعد ضياع البطوله في انفاسها الاخيره لهذه المباراه، الفريق يمكن تعامل او هذه الفتره ديال الاعداد كانت صعبه على الفريق، خلته انه حتى يعني التعامل مع هذه المباراه اللي هي مهمه كان ما كانش بشكل جيد. انا ما تنظنش لان اللعابه عندهم تجربه مولفين يلعبوا مقابلات بحال دوب ديال الحارس انس زنيتي دائما يعني اخذ ورد على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء. بديعوك شنو يعمل؟ بديعوك الجهه اليمنى، بديعوك مراوغه اخرى، تدخل والكره كتخرج للشرط. الشرط لفائده فريق الوداد. كانت محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع فريق الرجاء. بديعوك الدخول ديالو يمكن نقول بانه عطى الاضافه حتى الان على مستوى التمريرات العرضيه. الشرط لفائده فريق الوداد. سيف الدين بورا، سيف الدين بورا كيطلب او يحيى جبران العبيد كيطلب سيف الدين بورا انه يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. بالفعل تنفذ الشرط. تدخل ديال محمود بن تيك، ابعاد الكره من يسري بوزوق، انطلاقه ديال زكريا الوردي على مستوى الجهه اليمنى. زكريا الوردي كره خارج ارضيه الملعب وشرط لفائده فريق الوداد. نفذ الشرط بسرعه عبد الله حمود. امين هذه فرصه لهذا فريق الرجاء. مرتد هجومي محمد زريده شادي بن زريده. هدف اول لفائده فريق الرجاء. هدف اول لفائده الفريق الاخضر. محمد زريده تمريره من الجهه اليسرى، كره اعتقد من لمسات ارسن زولا علاقه الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. مرتد هجومي، كانت تمريره خاطئه من ايمن الحسوني. لاحظوا محمود بن تيك او محمد زريده اخذ الكره بطريقه ممتازه يمرر. كان البحث على اللاعب والمهاجم سفيان بن جديده. الكره اللي لمسات ارسن زولا وعلاقه الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. لاحظوا التدخل ديال يوسف مطيع، ولكن السرعه باش كان جاي ارسن زولا الكره كتلمس الرجل ديالو، وبالتالي بنيران صديقه الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا النتيجه